بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أعاني من نزول قطرات بول بعد قضاء الحاجة. سمعت أنه يجب علي أن أضع شيئا على العضو بعد خروجي من الخلاء، ولكني لا أضع أي شيء، ولكن أجتهد في تحديد مكان البول وأغسل ما حوله. هل هذا يجزئ؟ نعم هذا يجزئ. إذا كنت تغسل المكان الذي يصيبه البول فهذا يجزيك، إنما نقول لتضع شيئا من أجل تقليل انتشار النجاسة، لأن هذا البول إذا نزل في الملابس الداخلية ويصيبها بالبلل سوف ينتقل إلى الخارجية. إذا لم تكن هناك شيء صفيق شيء سميك سوف ينتشر البلل، ولذلك ننصح بهذا. لكن إذا كنت تغسل كل ما أصابه البول وما أصاب ما حوله من البلل، يعني الملابس الملاصقة له للجزء المبتل لأنها يصيبه من البلل، فلا عليك، لا حرج عليك.